بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل السمان النهاردة ليوم الوقفة ان شاء الله للفطار. كل عام وانتم بخير. هنحشي السمان بتاعنا النهاردة بلسان العصفور وهنحطه في صينية البصل. الطعم جميل والطريقة سهلة ويا رب الطريقة تعجبكم بإذن الله. معانا كمية السمان اللي احنا هنستخدمها. انا معايا 5 سمانات ومعايا ربع كيلو لسان عصفور او كوباية او حسب ما انت هتستخدمي، ومعايا 3 بصلات، وانا هنا بكتر البصل علشان هستخدمه في الصينية مع السمان. هناخد البصل بتاعنا وهنقطعه او نضربه في الكبة حسب ما انت هتستخدميه، وهنجيب معلقتين سمنة كبار او 3-4 معالق زيت، وهنضيف البصل بتاعنا لما نحمره نص تحميرة. انا دايما ما بضغطش على البصل قوي واخليه يغمق معايا علشان ما يمررش الاكل بتاعنا. هنشوح البصل بتاعنا كويس قوي. بعد ما اتحمر معانا بالدرجة اللي احنا شايفينها ديت، هنطفي عليه بقى لحد ما نجهز بقية المكونات بتاعتنا. هنضيف له الأول معلقة توم مهروسة كده، وهنشوحها تشويحة خفيفة برضو لأن التوم لما بيغمق معانا بيمرر. فاحنا يدوبك ان احنا هنقلبها تقلبتين 3 ويا البصل وهنطفي عليه. تعالوا بقى هناخد يا حبايبي لسان العصفور هنجهزه معانا. هنجيب معانا زيت، ممكن تستخدمي كمية زيت كبيرة عادي، وبعد ما تحمري لسان العصفور ترجعي تصفيه مفيش مشكلة. بعد ما حمرنا لسان العصفور زي ما احنا شايفين كده، هنضيف له شوربة. لو احنا عندنا شوربة كوبايتين، مفيش هنضيف له مية عادية علشان نديله نص تسوية كده ونجهزه للحشو بتاع السمان. وهنضيف برضو الملح. كمان هناخد معلقة بصل من اللي احنا حمرناها وجهزناها للتتبيلة بتاعت الصينية، بتدي للسان العصفور في الحشو طعم جميل قوي. هنغطي عليه بقى لحد ما يستوي معانا نص تسوية كده زي ما احنا قلنا، ويبقى جاهز معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كده هو جاهز معانا بقى للحشو اللي احنا هنحشي بيه السمان. دايما حاجة الحشو ديت لازم تبقى واخدة نص تسوية معانا، علشان لما نيجي نحشي السمان او الحمام او فراخ او اي حاجة هتحشيها لازم ان هي تبقى واخدة نص تسوية، علشان ما تبقاش في الحشو يعني تيجي تاكليها تلاقي ان الحاجة نص تسوية، لا تلاقي الحاجة استوت وكملت التسوية معاكي في الشوربة، سواء هتسلقيها في الصينية في اي حاجة انتي هتجهزيها. ما بنحطش الحاجة حصى كده. هنحشي بقى السمان بتاعنا زي ما احنا شايفينه كده. والله لسان العصفور في الحشو السمان لما بنضيفه لصينية البصل بيبقى طعمه حلو قوي، وجربيه. واحب اعرف ان رأيك بعد ما تجربي الطريقة دي. السمان من الاكلات الجميلة وبيبقى طعمها حلو قوي، رغم ان هي صغيرة بس بتحس ان هي سمينة كده وعاطية طعم للاكل حلو قوي. بصراحة انا بفضله في الاكل عن الحمام في الحشو. والناس برضو يعني بتبقى أذواق، اللي بيحب الحمام واللي بيحب السمان، كل واحد بيحب حاجة. حشينا واحدة هنحشي التانية برضو بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين كده. طريقتها سهلة وبسيطة خالص. كمان لما بنيجي نحشي برضو السمان او الفراخ او الحمام، ما بنضغطش الحشو جوه بطن السمانة او نحشيها قوي. لازم نسيب لها مساحة عشان الرز او الفريك او لسان العصفور او اي حاجة انت بتحشي بيها برضو تاخد راحتها في التسوية وما تبقاش حصى زي ما احنا قلنا. هنحشيها بقى من الرقبة من فوق كده. برضو هنبقى عاملين حسابنا ان نديلها مساحة للتسوية. ولسان العصفور زيه زي اي حاجة برضو، لو ما ادانا لهاش نص تسوية
قبل ما نحشيها هتيجي تاكليه هتلاقيه ايه حصى ومش هيعجبنا في الاكل. هنحشي بقى كل الكمية اللي معانا وهنجهزها. طريقة جميلة، ولسان العصفور بيبقى طعمه جميل جدا في الصينية كده، جربيه مع السمان. وطبعا زي ما احنا متفقين لا هنكتف السمان ولا هنربط، زي ما هي كده هنسويها هتبقى زي الفل. عفوا يا جماعة، هتبقى كويسة معانا. بعد ما خلصنا يا حبايبي حشو الكمية اللي معانا كلها، تعالوا بقى على البصل اللي احنا كنا محمرينه من قبل كده. معلش النور قاطع ففيه لقطات بتيجي كده، بنحس ان البصل مغموق معانا في التصوير، لكن طبعا احنا محمرينه مع بعض وشايفينه. بنضيف السمان بتاعنا زي ما احنا شايفين كده وبنلوحه 10 دقايق ونقلبه على الناحية التانية، ومن غير ما نربط زي ما احنا قلنا ولا نكتف ولا اي حاجة. وبيستوى معانا والله وبقى زي الفل، ومفيش منه لا رز ولا لسان عصفور ولا اي حاجة انت حاشية بيها بتخرج منه، بتكمل تسويتها وبتبقى زي الفل اهيت. لان اللحم خلاص بيقوم يقفل معانا على الحشو بتاعنا. هنزيد بقى الصينية بتاعتنا مية ونسيبها تكمل تسوية. وفي الاخر طبعا قبل ما بنحس ان خلاص كده بقرب السمان بتاعنا يستوي، هنبتدي ان احنا نضيف له التوابل والملح علشان يبقى جاهز بقى للاكل. خلاص هنرجع نزيده كمان شوية مية بقى ونضيف التوابل بتاعتنا، شطة وملح وكمون وفلفل اسمر وحبهان ورق لورا، زي ما انتي طبعا كل البهارات اللي بتحبي تضيفيها هتضيفيها للصينية بتاعتنا. هنسيبه يكمل تسوية بقى. خلاص كده يا حبايبي السمان بقى جاهز معانا وكده، خلاص هنطفي عليه. طبعا بعد ما كمل التسوية حطيناه تحت الشواية في فرن البوتاجاز، خد وش زي ما احنا شايفينه بالطريقة دي. السمان بلسان العصفور في صينية البصل، اسهل طريقة واحلى طعم. واتمنى ان انتي تجربي الطريقة ديت وتقولي لي رأيك فيها ايه في القناة. واتمنى ان الطريقة تعجبكم، وبألف صحة وعافية يا رب.